يا صباح السعادة، يا صباح الفل، أجمل صباح على أجمل متابعين، على أحلى ناس في حياتي. متشكرة جدًا لكل الناس الجميلة اللي دخلت في حياتي. صباحكم بيتزا، صباحكم زي الهنا، صباحكم زي السعادة. الولاد بيمتحنوا اليومين دول، تعالوا نعمل لهم حاجات سهلة كده وبسيطة، وحاجات كده تفرفشهم وتنعنشهم أيام الامتحانات. عملت إيه؟ عملت البيتزاية القمر دي. تعالوا نصلي بينا على النبي بسرعة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحط حتة اللايك اللي انتوا بتنسوه والاشتراك الجميل. معايا هنا كيلو من الدقيق طبعا نخلاه تمام، وحطيت عليه باكت خميرة، وحطيت عليه معلقتين سكر كبار، وحطيت عليه نص معلقة ملح صغنطوطة. تمام تمام. كان عندي بقى شوية لبن وربطوا مني، قلت والله أرميهم أبدا، لازم أستفاد منهم. ورحت نازلة بيهم على عجينة البيتزا اللي حضراتكم شايفينها دي. ما شاء الله كده كانت عجينة، بصوا فظيعة زي ما حضراتكم شفتوها في أول الفيديو، ما شاء الله كانت خطيرة. المهم إن الكيلو ده هياخد معايا حوالي كوبايتين ونص حليب، أو كوبايتين ونص مية، وممكن تحطي عليهم باكت حليب بودر. تمام تمام. المهم إن احنا هنفضل نعجن 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 زي ما انتوا شايفين كده العجينة القمر بتاعتنا. وآسفة جدًا إن كان الفيديو مقلوب أو فيه أي حاجة، مش عايزة أحكي لكم بقى كتير. المهم إن أنا هافضل أعجن كده زي ما أنتم شايفين بالضبط، وعجينة عايزاها كده تكون طرية في إيدي، وفي نفس الوقت تكون سايبة من إيديّا، تكون طرية وتكون سايبة من إيديّا. إزاي؟ هنفضل نعجن كده زي ما حضراتكم شايفين، ونلِّت في العجينة كويس جدًا لحد ما تسيب إيديّا، وبعدين هاروح نازلة بربع كوباية زيت. تمام، تمام. كده يعني عدّينا العيب، كل حاجة عندنا في البيت أهو، وربنا يوسّع علينا ويوسّع على الناس كلّها. زي ما قُلت لكم أنا عايزة العجينة بتاعتي تكون طرية، علشان كل ما هتبقى طرية معاكِ هتبقى سهلة وزي الفل. غطّينا بقى العجينة بتاعتنا بكيس استرتش كده أو كيس تلاجة وعليها فوطة، وركنتها كده في ضلفة مطبخ عشان تتخمّر معايا. عملنا الصلصة بتاعة البيتزا، جِبت معايا 4 حبّايات طماطم، عليهم بصلاية، عليهم فصّين توم، وهنهدّي عليهم النار وهنسويهم مع بعض. تمام، تمام. هنا معايا صدرين فرخة أو صدر فرخة قطعته شرايح زي ما انتوا شايفين. ورحت بقى بعد ما الطماطم بتاعتي بدأت تستوي كده، رحت نازلة بالبهارات بتاعتي، شوية زعتر، شوية فلفل اسود، شوية كمون، وشوية ملح، وشوية سكر صغننين. تمام تمام. واستوت كده الطماطم وطفيت عليها، وهنشوف هنعمل ايه، هنسيبها تهدى وبعدين هنشوف هنعمل ايه مع بعض. نيجي بقى للفراخ، قطّعنا الفراخ شرايح زي ما حضراتكم شايفين، رُحت نازلة عليهم بربع كوباية لبن، وحطيت عليهم شوية فلفل أسود وشوية بهارات الساقعة ومكعب مرقة وشوية ملح صغنطاطين. تمام، تمام. وعصرة ليمونة قمر كده علشان تودّي لنا ريحة الزفارة. هنا بقى بعد ما تبّلتها حوالي نُصّاية كده، نُص ساعة، والطماطم بتاعتي زي ما أنتم شايفين ما شاء الله كده خلاص كانت بردت معايا. هاضربها في الخلاط ضربتين محترمين ولاد ناس. الفراخ بتاعتي حطيتها على الجريل كده، سخّنت الجريل أو الطاسة الأول، وبعدين ادّيت الفراخ صدمة كده، صدمة الحياة. هنسيبهم كده يتشوّحوا مع بعض حوالي دقيقتين 3 زي ما أنتم شايفين كده، وبعدين رُحت نازلة جِبت معايا بصلتين كبار كده جوانح. تمام، تمام. رُحت راكنة الفراخ كده في جنباتي، يعني زي ما أنتم شايفين، ورُحت نازلة بالبصل بتاعي حوالي دقيقتين، البصلية بتاعتي تدبل، هاروح نازلة بشوية الفلفل الأحمر اللي حضراتكم شايفينهم دول. وكده التتبيلة بتاعتنا خلصت، أو الحشوة بتاعتنا خلصت. عايزة تحشيها بقى لحمة مفرومة، عايزة تحشي تونة، عايزة تحشي أي حاجة، أي حاجة عندِك متوفرة في التلاجة، وعايزة بُصّي مش مستفادة منها صدر فرخة بايت، هتقطّعيه زي كده بالضبط وهتشوّحيه على بصلاية، على قرن فلفل كده، وهيبقى زي الفل وزي القمر. تمام، تمام. حكاية كده بقى إن العجينة بتاعتي كانت اختمرت وشبعت خمران. ضربت الصلصة بتاعة البيتزا بتاعتي في الخلاط زي ما حضراتكم شُفتوا، ما صفيتهاش ولا عملت فيها أي حاجة. جِبت الصينية بتاعة الفرن القمر دي، ورُحت فاردة العجينة بتاعتي. طبعًا الأول دهنتها مادة دهنية، شوية زيت كده، وزّعتهم بالفرشة زي ما حضراتكم شايفين. رُحت نازلة بالعجينة بتاعة القمر، ما شاء الله كانت سهلة وسلسة، وكانت بتتفرد معايا بكل سهولة. هنفرد كده، وطول ما إحنا بنفرد العجينة عايزاكم تفتكروني بكومنت حلو لذيذ من إيديكم اللي زي السكر، وكمان حتة كده لايك صغنطوط وحتة اشتراك جميل. متشكرة جدًا لكل الناس الجميلة اللي دخلت في حياتي. المهم إن إحنا كده هنفرد العجينة كده بشويش وبكل سهولة أهي، بتتفرد معانا وزي القمر. تمام، تمام. يا رب كده الشرح بتاعي يكون سهل وبسيط على حضراتكم، وأكون ضيفة خفيفة عليكم يا رب العالمين. باحاول إن أنا أعمل لها حرف بقى، فردتها وباحاول إن أنا أعمل لها حرف. طب أنا باعمل لها الحرف ليه؟ بحيث إن أنا لو فردت الصلصة بتاعة البيتزا أو الحشوة ما تخرجش مني برّه.
تمام، تمام. نزلت بقى بكمية الصلصة كلّها، أنا كنت عاملة حوالي 4 حبّايات طماطم كبار، تمام، رُحت نازلة بيهم كده زي ما حضراتكم شايفين، هادهن بقى كده في كل حتّة كده واخلّيها ملغوصة كده وعايمة بشوية الصلصة. على فكرة أنا حطيت على شوية الصلصة دول شوية، يعني هنقول نُص معلقة سُكّر كده علشان تخلّيها كده زي الكاتشب، تمام، تمام. رُحت نازلة بالحشوة بتاعتي بعد الصلصة، ورُحت جايبة بقى كيس جبنة موتزاريلا، والله ما استخسرت يا ولاد، ورُحت ضايفاه كلّه على البيتزاية القمر اللي زي الفل، دخّلتها على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت لمدة تِلت ساعة، بتخرّجيها بتبقى بالشياكة والفظاعة دي. كانت خطيرة جدًا، جدًا، عايزاكِ تعمليها لولادِك النهارده إن شاء الله. النهارده الخميس، سهرة كده الخميس تضبّطيهم، العيال يكونوا لسه جايين من الامتحانات كده وهفتانين، وأنا عن نفسي هاعملها إن شاء الله النهارده كمان، علشان خاطر بقى إحنا خلّصنا امتحانات إعدادية كده خلّصنا، هنبدأ في الجامعة إن شاء الله يوم السبت. ادعوا لي كده ربنا يوفّقهم ويوفّق لكم ولادكم يا رب العالمين، ونعدّي الفترة دي على خير وما يضيّع تعبنا أبدًا معاهم. شايفين الفظاعة؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك واللايك.